السلام عليكم. طبعا الوضع يا شباب زفت الصراحة. والله يا شباب البرد قارص هنا عندنا. فطبعا سويت ترتيبات على السيت اب، سويت له تحديثات. فحبيت استعرض لكم، وهمين سويت امور عشان انه بعد ما احتاج شي الغرفتي يعني. فلأنه بالصيف لازم أبدل أشياء، وبالشتاء لازم أبدل أشياء. فسويت تحديث أسطوري على مود ما أبدل أي شي. فأولا جبت هذا الدفاية، طبعا شوفها حاطها قدامي لأن البرد قارس حرفيا. شوف الباب مسدودة، ما صار عندي باب بسبب البرودة. هنا جبت هذه مال الحشرات. هذا الدفاية. هستعرضكم شوية عن السيت اب. طبعا هذا المبردة عشان بالصيف يعني، هذا الدفاية عشان بالشتاء. وهذه راح تشتغل بالشتاء والصيف. اوكي طبعا اوكي نستعرض كذا. تمام، هذا مال المايك الاواكس. اوكي سويت تحديث انه هذا الخلفية شلت الصور لان كانت صور نشاز الصراحة، وهذه نقلتها من الزاوية لهنا افضل عشان تكون قدام الكاميرا عشان ما تضايق قاعدة الكرسي. فهذه المجسمات فوق، وهنا اليد والهيدفون، وهذا الكتاب مال مانجا. وآخر شي عندي أيضا كتب مانجا ثانية. اوكي هذون كرسي جيمنج. اوكي هذه الواجهة. او هنا عندي السماعة، صراحة بعد ما احتاجها لانه اشتريت هذه سماعات خارجية، لان هذا تخلي راسي يوجعني حرفيا. فسماعات خارجية صوتها اسطوري تحسه. صوت السماعات الخارجية حلو الصراحة، تحسه مخنوق يعني بيه خنقة الصوت، فحلو. وهذا مشتغل على روبلوكس ليل ونهار. ختمت كينج ليجاسي، فناطر تحديث بلوكس فلوت. وبالنسبة للتليفون اللي قاعد أصور بيه، طبعا هو تليفون انفينكس نوت 40 برو. أيضا مشغل بيه روبلوكس. فالاثنين نشغل بيهم روبلوكس. الصراحة عملت القناة بسبب انشغلت كثير بهذه اللعبة عشان أختمها، فالحمد لله قدرت أختمها. بس صراحة لسه تعلقت باللعبة أكتر وأكتر، اللي هي ماب كينج ليجاسي في روبلوكس. فمع إني ختمتها لأني سويت حساب ثاني، وأيضا حاب أختمها مرة ثانية. وللعلم ترى هي اللعبة ما تتختم، يعني هي أنت تجيب كل حاجة باللعبة صحيح، لكن تقدر تجمع موارد بشكل لا نهائي، وهذه الموارد تعتبر فلوس أنت يعني تستفاد بيها، تبدلها بقنبصات، تبدلها بأي شيء. بس صراحة أحلى شيء الدفاية، لأن وقت الشتاء أنا مختلف عن الناس، يعني الناس ممكن يتحملون البرد، أما أنا وقت الشتاء حرفيا أخنس. أخاف من البرد، فأتأذى كثير لأنه البرد يجي على العظام مباشرة. يعني لو تلاحظون إيدي العظم طالع يعني ما بيها لحمة، العظام تبرد، أموت برد الصراحة. المهم الحمد لله حاليا مرتاح، أخيرا خلصت. فالصراحة عندي هدف قادم، وهو إني طبعا استلمت فيزا حسابي البنكي، فلسه أحتاج أفعلها على الإنترنت. هي مفعلة يعني على البنك، لكن أحتاج أفعلها على الإنترنت عشان أشتري لعبة ماينكرافت للبي سي. فإن شاء الله بس أشتري ماينكرافت للبي سي راح نسوي سلسلة أسطورية، وما راح أتخلى عن ماينكرافت، راح أكمل عليها لأن على البي سي راح تكون حلوة الصراحة. فالمهم يا شباب هذا نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم. نشوفكم المقطع الجاي. Oh my god.